وصعود المغرب تكتب التاريخ، تكتب التاريخ. اموت في خاطر تونمون لي فوت هي لي فوت يا خال الغلطات اللي غنديروهم. ايوا سيداتي وسادتي، من بعد ما ربحنا الماتش ديال كندا والنص ديال المغاربه ترفع عليهم القلم، الحاج مسكين غير شاف ديك 3-0 رجعت ليه اللياقه البدنيه. هذا بلا ما نهضروا على الشباب المغربي اللي وصل تبارك الله للسطاج الاخر ديال الاحتفالات. والمشكله بقاو فيها غير المصريين مساكن اللي ولاو حاسدين على هاد الانجازات. يا جماعه انا مش فاهم، المغاربه دول كل يوم عندهم فرحه جديده من الماتش للعيد للقرار. هما بيزعلوا امتى؟ دول حتى لو الجو حلو بيعملوا حفله، شكلهم كده واخدين عقد مع السعاده. انا بقول نروح نعيش هناك يمكن الفرح يعدينا. والله يا جماعه المغاربه دول عندهم طاقه. لا غير سمحوا لي، ولكن ما كرهناش العيالات ينوضوا في هاد الوجيبه هذه يبخروا لينا المنتخب المغربي. انت بتتكلم جد؟ والمشكله بقاو فيها غير خوتنا في العالم الموازي اللي تبارك الله ما لقاوش الخير في المنتخب ديالهم، ولاو اي منتخب كيلعب ضد المنتخب المغربي كيديروه هو المنتخب ديالهم. لي فوت هي لي فوت هي لي فوت يا خال الغلطات اللي غنديروهم. قال لك الغلطات اللي راح نديروهم بحال دابا كندا ولات هي الجزائر. يا خال الغلطات اللي غنديروهم يا قسامك ديك الغلطات. يا ربي احنا مرض، يا ربي احنا مرض، يا ربي يطلع لي السكر، يا ربي نروح للسبيطار. كيبقاو فيه مساكن ما غايجي فين يتالي كاس العالم حتى غادي يموت فيهم النص ديال الشعب. والمشكله الكحله ولاو كيضربوا بلانات الماتشات اللي غادي نلعبوا مستقبلا قبل ما يوصلوا. لا ايماجيني يربحوا فرنسا، ايماجين تخيلها انت، كوكب ما يستقبلناش، رانا كاع تاكلين عليك يا مبابي في الراس الزواوله وخلاص. انت اش ملعب كندا عندهم عامين اللي ديكوفريو كره القدم، عرفوها بلي بالون مدور يلعبوه يماركو. مع فرنسا نهضروا فما تبان انت مخوى منتخب. هذا بلا ما نهضروا على الشباب المغربي اللي تبارك الله غير شاف الاسهم طلعوا لينا في هادشي ديال كره القدم، ولا كيطلب من اي فتاه باغا تزوج بمغربي خاصها تخلص الفلوس. ودابا اللي بغات مغربي 3 حبات ديال البيتكوين، 3 حبات ديال البيتكوين. اللي بغيتي مغربي اختي وشوف تشوف، نقدروا ما نبغيوش، ما بغيناش كاع. حنا بيناتنا نبقاو نتزوجوا مع بعضياتنا، ما كاينش اصلا من اللي غدي مغربي، بيناتنا غتبقى. وحتى بنات بلادي تبارك الله تا هما ضرباتهم النفس وناضوا كيقولوا نفس الهضره. اللي بغات تتزوج بمغربي ولد البلاد خاصها تكون كتضمن فيها بعض الشروط، ومن ضمن هذه الشروط خاصها تكون عندها العاقه، يعني عندها الشركات والاموال تترعرع، لانه ولد البلاد ما غاديش نعطيوه المنواله. خاصك تكوني غادي تقدري انك تعيشي العيش الكريم ويعيش معك سعيد، لانك غادي تدي الرجوله والفحوله والشهامه. غير انه باش يكون عندك مغربي في الدار خاصك تفتخري ايتها الاجنبيه. الا ما كانش عندك مغربي في الدار راه ما عمرك ما تزوجتي، واللي ما داتوش مغربي تمشي تعاود الزواج. وبالرجوله اخويا والله الا طلعوا لينا الاسهم زعما راه وليتي كتهضر على مغربي راك كتهضر على شي حاجه كبيره. دابا ما نهضروا عاوتاني على واحد الصنف ديال الفتيات اللي عاقوا وقال لك من نهار ولينا كنشجعوا معاكم المنتخب وحنا رابحين. واللي غيقول لي كوزينتك غنخرج ليه من التليفون. ياك حنايا من النهار بدينا كنتفرجوا في هذا المنتخب وحنا الحمد لله من الفوق للفوق، كاينه ولا ما كايناش. اش كنتو كتفرجوا نتوما الرجاله بوحدكم؟ اش درنا؟ ما درنا والو. النهار بدينا كنتفرجوا حنايا العيالات وخلينا كوزيناتنا ولينا متبعين المنتخب. الحمد لله والشكر لله. لا الصراحه خوتي قنعاتني، حيت منطقيا راه بصح من نهار ولاو الدريات كيتفرجوا في المنتخب وحنا القدام كيفاش الله اعلم. المهم هادشي اللي قالت هاد السيده راه كاين. وبالنسبه للماتش الجاي ان شاء الله اللي عندنا مع فرنسا، راه تكلف واحد الاخ مغربي ومشى عند مبابي شخصيا صيفط ليه واحد الميساج ولا واحد البرقيه باش يهدنوا علينا ولا يقول ليه يتعاون معنا في الماتش الجاي. Monsieur Mbappé, bonjour, ça va monsieur, vous allez bien? Monsieur Mbappé, l'année mondiale avant, après. Avant, vous avez gagné le Maroc. Maintenant, c'est le Maroc qui doit gagner. Ok monsieur Mbappé?
ton frère Hakimi. Tu connais Hakimi Maroc. Laisse-nous partir vers le final. D'accord, monsieur Mbappé? Yalla باي باي. واخا الفرنسي عدو على قد الحال ولكن زعما راه البرقيه مفهومه.